بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أهلا ومرحبا بكم جميع متابعي أهلي أونلاين. مساء أو صباح الخير، الساعة دلوقتي 2 ل 5 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله زي دلوقتي نكون كل جماهير الأهلي في الشوارع بتحتفل بانتصار عظيم وبتتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. عايز اقول طبعا شوية حاجات عن المباراة، واحنا عايزين نتكلم كلام كتير جدا، ودعواتكم جميعا للنادي الاهلي النهاردة بالتتويج باللقب. الماتش صعب مش سهل زي ما الناس يعني انا شايف في حالة تفاؤل، في حالة تفاؤل، ولكن المباراة في غاية الصعوبة بكل تأكيد. وإن شاء الله ربنا يكرم النادي الأهلي النهاردة ويحقق طموحات وأحلام جماهيره ويفوز بالبطولة إن شاء الله، لأنها مباراة في غاية الصعوبة. محدش يرتكن إلى الفوز اللي حصل في الذهاب، ولكن هناك في المغرب كل الأمور كل الاحتمالات زي ما بنقول مفتوحة، خصوصا إن نادي الوداد بيحظى بدعم تحكيمي ودعم من فوزي لقجع ووليد الرقراقي، وغير بقى الجماهير اللي هتبقى حاضرة، وفي يعني في دعم تحكيمي واضح للمغاربة بشكل كبير في بطولات أفريقيا. وفي النهائيات تحديدا بتلاقي الاتحاد الأفريقي بيساند الوداد بشكل ملحوظ. طبعا أنا مش عايز أرتكن للكلام ده، وبقول يا رب لعيبة الأهلي تحسم الموضوع النهاردة وربنا يسترها إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يكرم النادي الأهلي النهاردة بالبطولة ويحقق اللقب الغالي. ولكن انا بحذر دلوقتي يا جماعه من الحكم باملاك ده، بينزل يوزع، ممكن يوزع 3 4 انذارات في اول الماتش على لعيبه الاهلي فيحجم الفرقه تماما، زي ما عملها الملعون اللي اسمه جاسامه ولعنه الله عليه. هو اعتزل التحكيم وخلاص، غار في داهيه. بس انا بحذر برضو ان لعيبه الاهلي من التهورات، واخشى، يعني انا اخشى على لاعبي الاهلي من امكانيه ان هم ياخدوا كارت احمر، خصوصا هيبقى في ضغط على باملاك. وباملاك ده من الحكام الخفيفه، مش انا مش شايف ان هو حكم كبير. هو وجسامه دول كانوا من الحكام اللي هم يحبوا يوجهوا ماتشات بعينها، وحكم يسرع الريتم في اتجاه معين وفجأة ممكن يبطئ الريتم في اتجاه الطرف اللي هو عايزه. يعني ممكن هو لعيبه الاهلي ماسكه الكوره يحجمهم شويه ويقعد يحسب حاجات تافهه علينا. فان شاء الله باذن الله نتخطى كل الامور. تشكيله النادي الاهلي النهارده طبعا عوده القائد محمد الشناوي. كان في كلام كتير عن جاهزيه الشناوي، لكن الحمد لله تاكدت جاهزيه الشناوي، والشناوي جاهز للماتش باذن الله. وهيبقى قدامه ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، اتنين مساكين، وهيبقى علي معلول ناحيه الشمال ومحمد هاني ناحيه اليمين. حمدي فتحي ومروان وديانج، وحمدي فتحي هينزل شويه، هيبقى تحت مع مروان عطيه قدر الامكان، وهيبقى في ديانج ممكن هو اللي يتقدم بالكره ويساند، ويساند قدر الامكان، يساند خط الهجوم ان شاء الله، المكون من حسين الشحات وبيرستاو ومحمود عبد المنعم كهربا. كان في فكره ان ممكن محمد شريف يبدا الماتش، ولكن الجهاز الفني بنسبه كبيره استقر على ان اللي هيلعب الماتش كهربا. لحد دلوقتي المعلومه اللي جات لي ان محمود عبد المنعم كهربا هو من سيقود هجوم الاهلي ان شاء الله في مباراة الحسم. مباراة صعبة، مباراة كبيرة، نتمنى طبعا النادي الأهلي يفوز ويكسب ويفرح جماهيره. ونقول التشكيل تاني. المتوقع بنسبة 95%: محمد الشناوي قدامه اتنين مساكين، محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، على اليمين محمد هاني، وعلى اليسار علي معلول، مروان عطية وحمدي فتحي وديانج. حمدي فتحي هيبقى له دور دفاعي كبير جدا في الماتش، خصوصا مع الضغط المتوقع من فرقة الوداد لمحاولة التسجيل مبكرا. مروان عطية هيبقى جنب حمدي، الاثنين هيحاولوا يقفلوا على الجنبين، خصوصا ان خطورة الوداد كلها ناحية محمد ونجم، وبنسبة كبيرة الحسوني هو اللي هيبدأ الماتش بكرة من فرقة الوداد، مع ونجم هيبدأ مع طبعا يحيى جبران. احنا عارفين هو ان في اتنين من لعيبه الوداد هتغيب، عبد الله حيمود وده كان اجرى عمليه الزائده الدوديه هنا في مصر. اما اللاعب التاني اللي بنسبه كبيره هيغيب فهو زهير المترجي.
لان زهير لنا كان بيتمرن تدريب منفرد النهارده، وبنسبه كبيره هو بره الماتش، وحتى لو جوه الماتش هو ما يفرقش كتير. ان شاء الله هو مستواه في تراجع اساسا، هو حتى لما سجل يعني كان محظوظ في النهائي اللي فات، لان هو مش لعيب كبير، هو لعيب عادي جدا، ولكن هي الحظ ساعات بياتي كده، فلما بياتي بيخلي الاعمى ساعاتي. عايز اقول تاني، كيف يتغلب الاحمر؟ طبعا الاهلي قدامه يعني لازم يقفل خطوطه كويس، الاهلي لازم يلعب على الهجمه المرتده بشكل سريع، لازم الاعتماد على انطلاقات وسرعات حسين وبيرستاو، وما نخسرش المواجهات الثنائيه والالتحامات، نحاول نبقى جامدين في الملعب يا جماعه، مش اي لمسه ناخد فاول، لان بملاك مش هيصفر لنا كتير، بملاك مش هيصفر للاهلي كتير الماتش ده. فنحاول نبقى جامدين شويه في الثنائيات الاحتكاكات، ولازم ناخد الكره الثانيه باسرع وقت، ونحاول يعني نحاول ننقل الهجمه في لمسه والثانيه، ونعتمد على سرعات حسين وبيرستاو، هم اللي هيصنعوا لنا الفارق باذن الله، حسين وبيرستاو. ويا رب كهربا يبقى موفق بكره او محمد شريف، ولكن معلومات ان كهربا زي ما قلت لكم هو الاقرب للبدايه. طبعا كان في كلام كبير حول البعثة طبعا، الحمد لله كل في حالة تفاؤل كبيرة جدا، ولاعيبة الأهلي كلها عندها إصرار وعزيمة وحماس شديد من أجل التتويج باللقب القاري، وإن شاء الله يكون فرحة كبيرة جدا زي دلوقتي كده، يعني نكون كلنا فرحانين ومبسوطين بتتويج النادي الأهلي بالبطولة. طبعا كلكم دلوقتي اللي انا عايزين تعرفوا مين اللاعب اللي اقترب من للتوقيع من النادي الاهلي، وحسب ما علمنا ان محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر اصبح قاب قوسين او ادنى من الانتقال الى النادي الاهلي في الموسم المقبل. حسب ما علمت ان هناك جلسه جمعت بوبو مع امير توفيق في الفتره اللي فاتت، ووقع خلالها بوبو على عقد لمده 5 سنوات، ولكن الموضوع بيرتبط بموافقه نادي فيوتشر. في كلام في فيوتشر، شويه النادي مديون، شويه النادي عنده ازمات، شويه النادي ممكن يوافق على بيع لاعبين. في لعيبه طبعا بتقول ان هي ما بتاخدش فلوس بقالها 4 شهور او 5 شهور، وده كلام النهارده تداول في بعض وسائل الاعلام. لكن وفقا لما علمناه ان بوبو عنده رغبه كبيره جدا في الانتقال الى الاهلي، وان هو يبقى احد اللاعبين اللي الاهلي يعني هيضمهم تحسبا بقى لامكانيه رحيل لاعب زي عمرو السوليه بعد نهايه الموسم، لان تامر النحاس وكيل اعمال السوليه كان بيحاول يطلعه بره مصر في الموسم اللي فات، ولكن اداره الاهلي رفضت، فاحتمال من الوارد ان ممكن عمرو السوليه ينتقل الى الخليج، من الوارد كمان ان ممكن لعيب زي اليو ديانج يحترف اوروبيا. ولكن دلوقتي طبعا الشغل الشاغل للنادي الاهلي والمنظومه كلها هو التتويج بدوري ابطال افريقيا. نقول التشكيل كمان مرة عشان الناس اللي لسه داخلة معانا. في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول، قدامه 3 في وسط الملعب، الثلاث لاعبين وهم مروان وحمدي بتكليفات دفاعية بحتة، وديانج هيقوم بدور كبير، وأنا كنت عندي تحفظ على ديانج، فلو يعني أتمنى إن هو يسجل النهاردة بتسديدة أو بحاجة. سلاح التسديدات مهم قوي 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 من ديانج، وان شاء الله يبقى هو هيلعب في رقم 8، مع ان انا مش شايفه في رقم 8، وشايف ان عمرو السولية افضل، بس نتمنى التوفيق لديانج النهارده. على اليمين حسين الشحات طبعا كجناح، او على اليسار عفوا حسين هيلعب ناحيه اليسار، في الفتره الاخيره هو مقدم عظمه على عظمه. بيرستاو طبعا احد المفاتيح المهمه جدا في انتصارات الاهلي الاخيره، وكهربا، وكان في زي ما قلت فكره ان هو ممكن يفاضل مستر كولر كان بيفاضل ما بين محمد شريف وكهربا عشان يستغل سرعات محمد شريف في الضغط عليهم واللعب على الهجمه المرتده. ولحد دلوقتي كل شيء وارد، محدش عارف ماذا يدور في عقل كولر، ممكن الصبح يقوم يفكر طول الليل، هوب بيطلع بفكره جديده يقولها للعيبه في المحاضره الاخيره وتتطبق وتتنفذ وتنجح معانا، مين عارف؟ كل دي مفاجآت. وان شاء الله طبعا زي ما قلنا فرقه الوداد مش هي الفرقه اللي ترهب الاهلي، انا قلقان بس على الاهلي من الرخامه بتاعت شمال افريقيا، اللعيبه بتنزل ترخم، اللعيبه ما عندهاش ممكن يجيب جون ويروح يقعد بقى يرخم ويطلع الكرة بره، ويروح نايمين ويقعد شويه، كل شويه واحد فيهم ينام فيضيع الماتش. هم دايما طريقته، حتى في ماتش الذهاب احنا شفنا بعد ما سجلوا جونه كان انهم احتفلوا، وكانوا بيضيعوا في وقت بطريقه غريبه جدا، وعلى اساس ان هو الهدف ده اللي هو هيكسبهم البطوله. وان شاء الله طبعا ربنا يجعل يعني كل كلامهم او كل توقعاتهم وامانيهم طبعا مش مظبوطه، ويكسب النهارده الاهلي، او لكن سلاحنا الاكيد
او سلاح الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي النهارده هو ان احنا نسجل الجون. احنا اللي نبادر بالتسجيل. لو بادر الاهلي بالتسجيل اضمن لكم بنسبه 90% ان شاء الله البطوله هتبقى بنصيبنا. وطبعا في اللعيب برضو اللي انا قلت ان اللعيب اقترب من الاهلي او اكد للمقربين منه ان هو خلاص قاب قوسين او ادنى من الانتقال للاهلي، الا وهو محمد رضا بوبو. الاهلي طبعا بيفاوض كذا مهاجم، يعني في لعيبه كتير، وبدا امير توفيق في الحديث مع الوكلاء وشركات تسويق داخل وخارج مصر عشان يختار، يعني يجمع يعني افضل 5 مهاجمين ويقوم بعرضهم على كولر، اللي كولر هيختار منهم لاعب او 2 لعيبه الاهلي يشتغل عليهم. حتى الان موضوع جاكسون موليكا يا جماعه، الناس اللي كانت بتسال من فتره، انا قلت لكم جاكسون صعب ان يسيب اوروبا. ده رقم واحد. رقم اتنين، وكيله بيدور له على حاجات في فرنسا وتركيا وبلجيكا ومش عايزه يرجع افريقيا. رقم ثلاثة، المبلغ المطلوب نفسه من نادي بشكتاش وصل ل5 مليون، يعني 5 مليون دولار، وده طبعا استحالة للنادي الاهلي يدفع الرقم ده. في النهاية طبعا أنا شايف الأهلي عنده حلول كتيرة وعنده عناصر كتير ممكن يستفيد منها. يبقى ده طبعا نرجع تاني الأهلي، ماتش الأهلي والوداد. الأهلي عنده أسلحة كتيرة جدا هجومية ودفاعية، وإن شاء الله نطلع بشباك نظيفة. احنا الحمد لله دفاع النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة الفترة الأخيرة. في لعيبة كتيرة جدا مستواها كويس. أتمنى طبعا ربنا يحفظ اللعيبة من الأخطاء. يعني جون الذهاب اللي حصل كانت غلطة دفاعية مش مقصودة طبعا من علي معلول وكل خط الفرقة بتشترك فيها، لأن كانت تغطية منعدمة يعني بشكل كبير. ما كناش مظبوطين في الكرة دي تحديدا. دفاع الأهلي النهاردة إن شاء الله بإذن الله يقدم ماتش كبير، ووسط الملعب وكمان المهاجمين. هو ماتش مش هيستحمل إن يعني إن اللاعب ما يكونش في مستواه. مش هنستحمل ان اي لاعب من ال11 يكون بعيد عن مستواه. لازم ال11 لاعب ان شاء الله يكونوا في افضل مستوياتهم. هو ده مرحله الحصاد، ماتش الحسم، ماتش الحصاد اللي انت تعبته كله طول السنه. احنا تعبنا جدا والله، والفرقه دي وقفت على حيلها طبعا بعد ماتش صن داونز والخساره الكبيره، ولكن حصلت انتفاضه. اي نعم في حاجات جات لنا يعني او هدايا وصلت لنا، ولكن في النهايه هو التوفيق وعدم التوفيق. احنا لما عوزنا نكسب الهلال 3-0 كسبنا، وقبلها كسبنا القطن 4، وكسبنا وعدينا الرجاء ثم الترجي، وكسبنا الوداد في مصر، وان شاء الله نكرر الفوز هناك في المغرب. ويا رب كده باذن الله الامور تبقى كويسه بكره. طبعا كابتن محمود الخطيب هو موجود مع البعثه، هو والكابتن حسام غالي رئيس البعثه، بس كابتن الخطيب اسند موضوع